تخيل انت في مكان مليان ناس كلهم بيتكلموا بثقة وبيضحكوا وبيشاركوا أفكارهم وانت ساكت بتحاول تفتح بقك، بس صوت في دماغك بيقولك هيفكروني غريب، أكيد كلامي مش مهم، طيب لو حد ضحك عليا. وبدل ما تاخد الخطوة تفضل ساكت، وأي فرصة كانت قدامك تروح عليك، وتحس دايما بالإحراج وتقول لنفسك ليه مش عندي ثقة في نفسي زيهم. طيب اسمع دي، محدش بيتولد واثق في نفسه، الثقة مهارة وأي حد يقدر يكتسبها. حتى لو كنت النهاردة مش قادر تبص في عين الناس، برضو أنا بقولك تقدر تكتسب مهارة الثقة بالنفس. أهلا بأهل القمة، الناس اللي في التوب في العالي. النهاردة هنتكلم عن الثقة بالنفس. في الفيديو ده مش هقولك مجرد نصايح عامة ولا كلام نظري وخلاص، لأ، هديلك خطة حقيقية خطوة بخطوة علشان تبني ثقتك بنفسك من النهاردة قبل بكرة. وفي نهاية الفيديو عندي ليك حاجة هتساعدك تاخد أول خطوة حقيقية لبناء ثقتك بنفسك، حاجة محدش هيقولها لك غير هنا في توب، بس مش هقولك عليها دلوقتي. تابع الفيديو للآخر وهنكشف عن المفاجأة في نهاية الفيديو. هنتكلم عن أسباب ضعف الثقة بالنفس، إزاي تتخلص من الخوف والتردد، وإزاي تحول نفسك لشخص واثق في أي موقف. مستعد؟ ركز معايا ويلا بينا نبدأ. ليه ثقتك في نفسك ضعيفة؟ الحقيقة اللي محدش بيقولها لك. بص، عمرك شفت طفل بيقول أنا خايف الناس تضحك عليا؟ الأطفال بيجربوا وبيغلطوا وبيتكلموا بطلاقة وعادي جدا. طيب إيه اللي بيحصل بعد كده؟ ليه لما بنكبر بنبدأ نشك في نفسنا؟ السبب الأساسي هو البرمجة السلبية اللي بنتعرض ليها من واحنا صغيرين. هقولك على 3 أسباب رئيسية بتقتل ثقتك بنفسك من غير ما تحس، وعايزك تشوف أي واحد فيهم حصل معاك. السبب الأول النقد المستمر، أنت مش قدها. فاكر لما كنت طفل صغير وكنت متحمس تجرب حاجة جديدة، تروح تقف تتكلم، ترسم، تغني، تلعب رياضة، وفجأة حد يقولك بلاش تتكلم كتير، شكلك غريب، أو مش هتعرف تعملها، اسكت بس. الكلام ده لو سمعته مرة أو مرتين ممكن تضحك وما يأثرش فيك، لكن لو اتكرر عليك كتير هتبدأ تصدقه، وده اللي بيحصل. النتيجة كل مرة تحاول تاخد خطوة مخك يرجعك ويفكرك بكلامهم، بلاش تحرج نفسك، هو ده اللي بيقوله لك مخك، وبكده ثقتك في نفسك تضعف أكتر وأكتر. السبب التاني المقارنة القاتلة، تفتح السوشيال ميديا تلاقي ناس عايشة حياتها بتتكلم بثقة، بتنجح، وانت تحس انك اقل منهم وانك عمرك ما هتوصل للي هم فيه. المشكلة انك بتقارن حياتك الداخلية بافضل لحظات غيرك، انت مش شايف الكواليس، مش شايف تعبهم ولا محاولاتهم الفاشلة، انت بس شايف الصورة المثالية اللي هم عايزينك تشوفها. النتيجة ايه؟ النتيجة مخك يبدأ يقولك انا مش زيهم، ومع الوقت ثقتك في نفسك بتضيع لانك دايما شايف نفسك اقل. السبب الثالث الخوف من الفشل، لو غلط هيفضحوني، انت خايف تغلط قدام الناس، خايف انهم يسخروا منك، تحس ان اي غلط بسيط هيخلي الكل يحكم عليك. الحقيقة ان اي حد ناجح قدامك في الدنيا دلوقتي فشل في الاول، واي حد بيتكلم بثقة النهاردة كان زمان بيتوتر وبيتكسف. الفرق انهم جربوا، وقعوا، وقاموا تاني وكملوا. الفشل مش عيب، العيب انك تفضل خايف وما تحاولش اصلا. ازاي نكسر الحلقة دي؟ دلوقتي انت عرفت ليه ثقتك في نفسك ضعيفة، لكن هل هتفضل في نفس الدايرة ولا هتكسرها؟ يلا بقى ركز معايا في الجزء الجاي، هنبدأ اول خطوة عملية تبني بيها ثقتك بنفسك. ومن النهاردة اول خطوة لبناء ثقتك بنفسك، تحكم في لغة جسدك. قبل ما حد يسمع صوتك هو بيشوف جسمك، وطريقة وقفتك بتقول كل حاجة عنك. لو جسمك باين عليه التوتر حتى لو ما اتكلمتش الناس هتحس بده، والعكس صحيح، لو وقفت بثقة جسمك نفسه هيبدأ يحس بالثقة وعقلك هيصدق ده. جرب حاجة دلوقتي كده معايا، افرد ظهرك، ارفع راسك، خد نفس عميق، ابتسم،
حسيت بالفرق؟ الحركة البسيطة دي ممكن تغير إحساسك بالكامل في لحظات. الدراسات بتقول إنك لما تاخد وضعية القوة لمدة دقيقتين بس، مستوى هرمون التوتر في جسمك بيقل ومستوى هرمون الثقة بيرتفع. يعني حرفيا جسمك بيبرمج عقلك على الإحساس بالقوة لمجرد إنك بتاخد وضعية الشخص الواثق. التمرين ده بيستخدمه ناس ناجحين كتير جدا قبل الاجتماعات والمقابلات الشخصية وأي موقف محتاج ثقة بالنفس. كل اللي عليك قبل أي موقف مهم إنك تقف لمدة دقيقتين بوضعية القوة، الكتفين للخلف، الصدر مفتوح وإيدك بعيد عن جسمك. هتحس بفرق رهيب وهتدخل الموقف بثقة أكبر. دلوقتي خليك معايا للنهاية، بس لما تخلص ما تنساش إنك هتجرب التمرين ده لمدة دقيقتين، وكمان تكتب لي في الكومنتات حسيت بإيه وأنا هرد عليك بنفسي إن شاء الله. الخطوة الثانية لبناء ثقتك بنفسك، برمج عقلك على الثقة. كل حاجة بتقولها لنفسك عقلك بيصدقها وبيبدأ يتصرف على الأساس ده. يعني لو طول الوقت بتقول أنا فاشل، محدش بيحبني، أكيد هغلط، مخك هيبدأ يشوف أي موقف بطريقة تثبت الكلام ده حتى لو كان العكس هو الصحيح. تخيل إن عقلك ده زي الكمبيوتر، والكلام اللي انت بتقوله لنفسك هو البرمجة اللي بتحدد طريقة تفكيرك وتصرفاتك. لو حملت عليه برنامج الفشل هيشتغل على الفشل، لكن لو برمجته على النجاح والثقة كل حاجة هتبدأ تتغير للأفضل. كل يوم الصبح أول ما تصحى اقف قدام المراية وبص لنفسك وقول أنا قوي، أنا واثق، أنا قادر على أي حاجة. هتحس إنه إيه الهبل اللي إحنا بنقوله ده؟ أنا بقول إيه لنفسي؟ ده اللي هتحس بيه في البداية، إنك بتعمل حاجة غريبة، لكن مع التكرار صدقني عقلك اللاواعي هيبدأ يصدق الكلام اللي انت بتقوله لنفسك، وهتلاحظ التغيير في طريقة تفكيرك وتصرفاتك. كل شخص ناجح في الدنيا كان في وقت من الأوقات عنده شكوك في نفسه، لكنه اختار يغير الطريقة اللي بيكلم بيها نفسه، لأنه ببساطة لو انت مش واثق في نفسك مين هيكون؟ الخطوة الثالثة لبناء ثقتك بنفسك، واجه مخاوفك مش تهرب منها. تخيل ان ثقتك بنفسك زي عضلة، كل ما بتمرنها كل ما بقت اقوى، بس لو فضلت خايف من استخدامها هتفضل العضلة دي ضعيفة. وده بالظبط اللي بيحصل مع الخوف، كل ما بتتجنبه كل ما بيزيد اكتر جواك. في قاعدة نفسية اسمها قانون التعود، معناها ان اي حاجة بتخاف منها لو واجهتها بشكل تدريجي الخوف ده هيقل لحد ما يختفي تماما. المشكلة ان معظم الناس بيهربوا بدل ما يواجهوا، فبيفضل الخوف متحكم فيهم وثقتهم في نفسهم تضعف اكتر واكتر. طيب فكر في حاجة كنت بتخاف تعملها وبعدين لما جربتها لقيت ان الموضوع عادي، وانك كنت مكبر الفكرة في دماغك على الفاضي. ممكن تكون اول مرة تتكلم قدام الناس، او اول مرة تركب عجل، او حتى اول مرة تدخل امتحان مهم او مصيري. في الاول كنت متوتر، لكن بعد ما جربت لقيت ان الموضوع مش بالصعوبة اللي انت كنت متخيلها. الحل ببساطة ابدأ بحاجة بسيطة، خطوة صغيرة بس في الاتجاه الصح، لأن أول خطوة هي أصعب خطوة وبعدها كل حاجة بتبقى أسهل. خد لحظة وفكر إيه الحاجة اللي كنت بتتجنبها بقالك فترة، ويمكن دلوقتي هو الوقت المناسب إنك تواجهها. في قصة سمعتها عن شاب كان دايما عنده مشكلة في الثقة بالنفس، كان بيخاف يتكلم قدام الناس، ولو حد سأله عن رأيه كان بيتوتر ويفضل ساكت. كل مرة بيحاول يشارك في اجتماع أو حتى بيتكلم مع مجموعة صوته كان بيهتز وإيده تعرق. كان مقتنع إنه شخص مش واثق في نفسه وإنه مش هيتغير أبدا، لحد ما في يوم قرر يجرب حاجة جديدة. بدأ يلاحظ لغة جسده، وقفته، نبرة صوته، وبدأ يطبق تمارين وضعية القوة اللي اتكلمنا عليها في بداية الحلقة. وقرر إنه يغير الكلام اللي بيقوله لنفسه، بدل ما بيقول أنا مش واثق، أنا فاشل، بدأ يقول أنا قادر،
أنا عندي قيمة، أنا أقدر أتكلم بثقة. في الأول كان بيحس إنه هبل، إنه بيضحك على نفسه، إنه بيشتغل نفسه، إنما استمر ومع الوقت عقله اللاواعي بدأ يصدق الكلام الإيجابي اللي بيقوله على نفسه، وجسمه بدأ يتصرف على الأساس ده. وبدل ما يهرب من المواقف اللي كانت بتخوفه بدأ يواجهها. أول مرة كان صوته مهزوز، المرة التانية كان صوته أحسن شوية، لا المرة التانية برضه كان صوته مهزوز، إنما بعد كده بدأ يحس إنه طبيعي وبشكل تدريجي، وبدأ يحس إنه مش بيفكر في رأي الناس أصلا. وبعد شهور بقى شخص مختلف تماما، بيتكلم بثقة، بيشارك أفكاره، والناس بدأت تاخد رأيه بجدية. كل ده حصل لأنه قرر يخرج من الدايرة اللي كان محبوس فيها. يمكن القصة دي تكون قريبة منك، يمكن انت كمان عندك موقف معين بتحس فيه ان ثقتك بنفسك ضعيفة وبتحاول تتجنبه، بس الحقيقة الثقة مش حاجة عند ناس معينة، هي مهارة بتتبنى خطوة بخطوة، والتغيير بيبدأ لما تاخد القرار انك تبدأ. في قصة بقى مشهورة عن واحدة كانت حياتها كلها صعبة من البداية، طفولة مليانة تحديات وناس حواليها بيقللوا منها، وكتير قالوا لها إنها مش هتنجح وإنها مش قدها. طفلة سمراء فقيرة عايشة في مجتمع مليان تحديات، وكانت بتسمع كلام سلبي طول الوقت. كانت بتحس إنها مش كفاية وإنها أقل من غيرها. البنت دي هي أوبرا وينفري، واحدة من أنجح الإعلاميات في العالم. بس هل كانت واثقة في نفسها من البداية؟ أبدا، كانت بتواجه التنمر والرفض وانعدام الثقة، وكانت حياتها مليانة صراعات نفسية. لكن في لحظة معينة قررت تغير حياتها، بدأت تواجه مخاوفها، قررت إنها مش هتسمح لحد يحكم على قيمتها، وبدأت تشتغل على نفسها، تتعلم وتبني ثقتها بنفسها خطوة بخطوة. كانت بتتكلم قدام المراية، وكانت بتدرب صوتها عشان يكون أقوى، وكانت بتواجه خوفها من الفشل لحد ما وقفت على أول طريق النجاح وبدأت رحلتها كإعلامية. والنهاردة بقت واحدة من أكتر الشخصيات تأثيرا في العالم. يمكن أوبرا كانت عندها تحديات مختلفة عنك، لكن الفكرة واحدة، مش مهم انت فين دلوقتي، المهم انت هتقرر تعمل ايه من النهاردة. القصة دي بتأكد حاجة واحدة، الثقة بالنفس مش حاجة بتتولد بيها، لكن تقدر تبنيها لو قررت تخرج عن الخوف وعن المألوف وتبدأ تواجه العالم وتثبت لنفسك قبل أي حد إنك تستحق النجاح. انت جاهز تاخد خطوة حقيقية؟ عايز طريقة عملية تطبق بيها كل اللي اتعلمته النهاردة؟ بالمناسبة دي، لو حسيت ان المعلومات اللي في الفيديو مفيدة لكن لسه عندك أسئلة أكتر عن بناء الثقة بالنفس، فأنا جمعت لك كل الأسرار والخطوات العملية في كتيب خاص اسمه دليل الثقة بالنفس. في تدريبات وتمارين عملية هتساعدك تطبق كل اللي قلناه في الفيديو أكتر، وكمان تتعلم ازاي تبني ثقتك بنفسك في كل جوانب حياتك. وعشان انت مميز وسمعت الفيديو لحد دلوقتي، فليك عندي مفاجأة زي ما وعدتك، هتقدر تحصل على الكتيب بسعر مخفض باستخدام كوبون الخصم. رابط شراء الكتيب وكوبون الخصم موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو. لو فعلا عايز تطور نفسك وتاخد خطوات حقيقية، الكتيب ده هيكون دليلك الشخصي لبناء ثقتك بنفسك خطوة بخطوة. دلوقتي بقى عندك المفاتيح اللي تساعدك تبني ثقتك بنفسك، بس الحقيقة الشغل لسه ما خلصش. الثقة بالنفس مش مجرد مهارة، دي واحدة من أهم أسرار النجاح الشخصي، لأنك مهما كنت موهوب أو عندك أفكار عظيمة، من غير ثقة في نفسك عمرك ما هتقدر تحقق اللي تستحقه. النجاح قرار، وده اللي هنتكلم عنه في الفيديو الجاي، واللي فيه سر تاني بيفرق بين الناس العادية وبين الناس اللي بتوصل لأهدافها وبتحقق نجاح حقيقي في حياتها. اضغط على الفيديو اللي ظاهر قدامك دلوقتي وهتعرف ازاي تبني حياتك على أسس قوية توصلك لأحلامك. ولو لسه مش مشترك في القناة، ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس، لأن اللي جاي أقوى وأخطر. أنا مستنيك في الفيديو الجاي، يلا بينا علشان أنا وإنت في التوب في العالي.